حاليا أنا موجود في أكبر مكان مهجور وجماله مو طبيعي في مدينة الأشباح. شوفوا. هذا هو اللي يميز الريف والجمال. شوفوا هذا هو المطبخ، جميل جدا. الحلو الدخول مجانا، واحد وين ما يريد يمشي. اللي متابعني على قناتي الأولى يعرف أول ما جيت سكنت هنا، وهذا هو كان المنظر باليوم الأول. فاليوم الثاني وين راح أسكن؟ بالطابق الثاني، المكان شوي يكون أحدث. الحلو بيهم كل هاي الطبيعة اللي شايفينها بكل مكان ومخلين من هذني، فهذا الشيء كلش حبيته. راح تشوفون هواي هاي السندانات مال الورد. صار مطر، يعني مو تفكرونه مطر عادي، والجو برد برد. هاي المرجوحة واحد هنا وقت الصبح، والمكان الأحلى هو هذا شوفكم اياه. هاي القعدة تشرب شاي مقابل هذا المكان الجميل. هذا صديقي يعني ما يخوف. تعال. طبعا هذا الكلب كلش احبه. شوفوا امس تعشيت جبن فبقى عندي هذا، راح اعطيه اياه خطيه جوعان. يلا اكل بالعافيه. احلى شيء واحد يوكل حيوانات. شوفوا شلون حلو، الجو بارد. شوفوا هذا هو المطبخ، جميل جدا. لكن المشكله هذا المكان ما حبيته، راح ارجع على الثاني لان عائله ساكنين وياه، يعني هم اهل البيت نفسهم، فاخجل اسكن وياهم. هذاك المكان احسن، يكون يعني خصوصيه اكثر. مثل هم ساكنين هنا اخوان، والغرفه تكون هاي هي بهذا الجانب. شوفوا، فاكيد انا ما اقدر اسكن هيك ويا عائله، يعني عيب. مو صحيح؟ صحيح هي حديثه، بس هذاك المكان احلى. شوفوا هاي الصاله مالتهم، فهيك حبيت اصورها. يعني هم قالوا لي تعال صور ماكو مشكله، لكن مستحيل يعني اسكن وياهم بنفس البيت اخوان. شوفوا عيب، يعني اخجل. بس المطبخ مالهم ما شاء الله كلش حلو. خلوني ارجع للمكان اللي كنت ساكن بيه احسن. هاي بعد ما وقف المطر قلت خل اروح اطلع اخذ لي جوله، وهذا بيتي، يعني بيتي المؤقت اللي ساكن بيه. من هذا الجانب اكو هيجي مكان سياحي وقديم جدا، هسه رايح له، وهم نصور الاماكن الطبيعيه. تعرفون ما صورت الريف الجورجي هيجي جميل؟ يعني تفاجأت من الجمال اللي شفته. مو صحيح؟ انتم هم كنتوا تتوقعون بهذا الجمال؟ ولا هو الريف يعني باغلب الدول يكون جميل، لكن هنا البيوت عجبتني، مساحتها وتصميمها، والمكان عبارة عن هدوء، ما تسمعون فقط اصوات الطيور. هذا احد البيوت. شوفوا الحديقة مالتهم شلون حلوة. والشيء اللي عجبني هاي شجرة، اللون مالها هيك تحسونه مميز وحلو. تعرفون السبب اللي منعني اسكن ويا هاي الناس؟ عدة اسباب. اولا عاداتنا وتقاليدنا ما تسمح لنا انه نسكن ويا ناس هيك، يعني عيب ما تعرفهم ونساء وهاي، فاخجل من هذا الشيء. والشيء الثاني انه يريدون ياخذون راحتهم. صحيح هم هذا واحد بفلوسه، يعني يدفع فلوس ويسكن وهم يقبلون، بس يعني انا هيك نفسيتي ما تسمح لي. ما اعرف ليش، انتم توافقوني الراي لو لا؟ موجود يعني بيت وحدي ونفس السعر، ليش ما اسكن بيه؟ مو احسن؟ همين اخذ راحتي، همين هم ياخذون راحتهم، واعرف الفيديو احتمال يطلع كلش حلو واسولف ويا العائله وهاي، بس انا اخجل ما اسوي هذا الشيء. نصيحه من عندي، اذا في يوم مسافرين وشفتوا هذا الافطر لا تاكلونه، لان اكو نوعيه يجي بيه سام، اعرفه وين وكل، لكن نوعيات اللي ما يعرف لا ياكله. طبعا اعشق هيك منظر، اشوف هيك البقر ياكل بوسط الخضار ويتمشى، بالنسبه لي من اجمل الاشياء. هذا هو اللي يميز الريف والجمال. شوفوا هاي الشجره، اكو بعض الاشجار عجيبه عجيبه بهالمكان.
هاي البقرة كل يوم تاكل 100 كيلو حشيش مجانا، بعد شو تريد؟ ليش هاي البنايات هيجي مهجورة؟ خل اشرح لكم السبب. بزمن الاتحاد السوفيتي كانت هاي المدينة سياحية جدا، يجولها من روسيا وهميا من دول قريبة على جورجيا. اللي يميزها انه بيها حمامات يستخدمونها كانوا للعلاج، لان بيها هاي الحمامات مياه معدنية، فيقولون مفيدة للجسم. هذا احد الحمامات القديمة والتقليدية. خل اشوفكم اياه من الداخل. دقيقة. كاتبين هنا تحذير، يعني هذا لا واحد يوقع لان اكو مي. شوفوا شنو هذا مهجور. هيك قبل كان هواي اماكن مهجورة هنا، كان كل شخص يسبح بهذا المكان. بس ايش عجب هسه ماكو مي. باكر اذا عندي وقت شو راح اسوي؟ هذا اذا بقيت بهالمكان راح اجي للحمامات. مو هذني، اكو حمامات على الطريقه الحديثه. نجرب، خلينا نشوف هذا المي، يعني معقوله هيك بفايده؟ المياه المعدنيه ما مجرب انا من قبل، فيمكن اجي لان شفت هيك يعني مكان متطور ومسوينه بطريقه حديثه، يعني مو نفس هذا الشكل. جاي يسمعون صوت السياح جايين هنا والصوت يصير بصدى لان المكان مثل المعزول. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 الحكومة يعني توقفت عن دعم هاي الأماكن. عرفتوا السبب ليش؟ طبعا بذاك الوقت كان الاقتصاد الجورجي منهار جدا بسبب الحرب، فما كان عندهم أموال كافية حتى يعيدون هذا ترميم هاي الأماكن أو يفتحونها مرة ثانية للسياح. والشيء الثاني اللي منعهم أنه كانوا أكثر شيء يجون من روسيا ومن دول مختلفة، فبسبب الحرب بطلوا بعد يجون لهذا المكان، فأصبح مكان مهجور. على سبيل المثال هاي احد البنايات المهجورة. شوفوا اكو قسم من هاي البناية موجود بها ناس عايشين عادي، واكو قسم مهجور. هسه مثل ما شايفين هذا الجانب ماكو ناس، مهجور. طبعا كان اكو حرب موجودة في جورجيا نسيت شنو اسمها، لكن في عام 1992 الى عام 93 بسبب الحرب اجوا الناس كنازحين وسكنوا بهاي الاماكن. مع العلم اكو بعض الاماكن يعني شلون اقول لكم قديمه جدا يحتاج لها صيانه، وبيهم الى الان ساكنين هنا. متخيلين هذا الشيء؟ اذا تشوفون هذا المكان يعني البناء مالته زين، يحتاج لصيانه بسيطه ويصير كلش حلو. عبارة عن قصر وأكثر من طابق موجود. هذا هو. وهي عبارة عن ثريا هسه من يشغلونها راح أصور لكم إياها، يعني بيها إنارة. فهذا المكان تقريبا شوية مدعوم، مسوي له صيانة بسيطة. شوفوا وين وصلت. هذا الطابق اللي قبل الأخير، فهذا الخشب مبين جديد، فما أعرف هو نفسه قديم أو هم مسوين صيانة جديدة. خلينا نشوف المنظر منه. شوفوا وسط الطبيعة، مكان كلش حلو. فما أعرف يا ترى أكو ناس ساكنين؟ إي أكو ناس. شوفوا هذا النيتش ملابس. وهميا هاي المدينة مو كان بيها فقط مثل هذا حمامات أو شيء. شوفوا هذا الكلب تكرمون، كان بيها يعني مثل ما نقول فنادق ومنتجعات للتسوق، فكلهن انتهن. هذا واحد ثاني أليفات ذني ما يسوون أي شيء. هاي أحد الأماكن الثانية، التصميم القديم. هاي البيانو من زمن الاتحاد السوفيتي،
وهذا المنظر اللي تشوفونه حاليا نفس اللي موجود بالأفلام. أكيد راح تسألون نفسكم هذا السؤال مثل ما أنا سألت نفسي نفس السؤال. قلت مثل ليش أكو بعض الأماكن يحتاج لها فقط صيانة وترميم، الدولة ليش ما تعيد هذه صيانتها؟ وهمين أكو بعض الأماكن متهالكة جدا يحتاج لها هدم وبناء من جديد. بعد ما بحثت بالإنترنت وشفت طلع أكو بعض البنايات تكون ملك خاص للشعب وأكو بعضها للدولة، فهذا الشيء مكلف جدا إذا يبنونها من جديد. لكن حاليا الدولة الجورجية جاي تسوي هاي الأماكن اللي يحتاج لها صيانة بسيطة، جاي شوية شوية تعيد يعني صيانتها حتى تسويهن أماكن سياحية وبعض الناس يزورونها. هسه اجى الوقت حتى اخذكم الى اكثر مكان كانوا الناس يجوا له يعني بزمن الاتحاد السوفيتي سياح، هو الحمامات. بناء كبير جدا، فجاي يتمشى بهذا المكان الجميل وراح نوصل له قريب جدا عن هذا البناء اللي قبل شويه كنت بيه. اعطونا لايك واشتراك، ادعموا ابن بلدكم ما تخسرون اي شيء. وهذا هو المكان الاشهر في هاي المدينه اللي قبل كانوا كل السياح يجوا له وما زال. هذا كان مكان خاص يعني للمياه المعدنية. عملاق عملاق هالبناء وجميل. مفكرين بس هذا المكان؟ لا، اكو بعد ليه قدام. يا الله كلش حلو. هذا الدرج لو هسه واحد موجود كان اخذ لي احلى صورة، للأسف ماكو فقط هذه. شوفوا شلون حلو هذا. بالمستقبل ايش راح اسوي؟ راح ارجع جورجيا على مود ازور هذا المكان مرة ثانية، اجيب وياي درون واشوف احد الاصدقاء يجي وياي حتى اصور بعض اللقطات اللي احتاجها. شنو هذا؟ دقيقة شوي جاي هذا ينزل مي لين بناء قديم ومتروك. يا الله الحجم مالته هائل. شوفوا لو تشوفونه بالحقيقة صدقوا ما تعرفون هالمكان. هاي اجوا بعض السياح. الحلو الدخول مجانا، واحد وين ما يريد يمشي ما حد يحاكي، يتجول بهالمكان، لاكو تذكرة ولا شيء. كم طابق همين موجود؟ شوف خل اصعد فوق واشوف احتمال المنظر يطلع كلش حلو. هاي جيت حتى اصعد الدرج لكن خل اشوفكم شيء ثواني. المكان متهالك جدا. شوف يسويها الحظ. شوفوا الماء كأنه مسبح. هاي اللقطة اللي شايفينها حاليا عالمية. حتى تشوفون المساحة الحقيقية لهذا البناء، شوفوا من هالجانب. كلش حلو يا اخوان. دقيقة بعد هذا الجانب همين، فهذا قبل شلون بنوه، المساحة مالته كلش كبيرة. أصدقائي تقدرون توصلون هذا الفيديو 20,000 لايك، سووا مشاركة للمقطع، اكتبوا تعليق حلو، هم تابعوني على انستغرام ما تخسرون أي شيء، لأن هناك راح تشوفون فيديوهات حصرية. فقط كتبوا كن سعيدا أو 92 أنزل 99 وطولنا لايك واشتراك. فهسه بعد ما أعرف بعد هذا المكان وين أروح، لأن أغلب المدينة هاي عبارة عن ريف، فما أعرف شنو راح أصور. خلينا نشوف. هذا همين أحد البنايات المهجورة. زمان هاي كانت شقق. لا تخاف، شوف عندي باقي أكل راح أعطيك إياه. تمام؟ كلش كبير هالبناء. تريد أكل لو لا؟ شوف قبل شوية كنت تنبح علي، هسه نطيتك أكل حتى بعد لا هذا إذا جاك ضيف أو هاي. دقيقة هون أعرف اللغة، والله أنا هم ما أعرف شلوني لأن أحب الحيوانات. أحكي وياك. هذا وين الذيل مالتك؟ تعال. وين الذيلك؟
هاي فتت داخل البناء. شوف هذا الجلوب مشتغل، ما دام اكو ضوء وكهرباء اعتقد هنا يعني موجود ناس ساكنين. من هذا الجانب شو راح تشوفون؟ درج، لكن ما راح اصعد فوق واصور، لان هواي صورت لكم هيجي اماكن قديمه، حتى الفيديو لا يصير ممل. هانا وقت العوده، راح اروح من هالمدينه ارجع وين ما كنت ساكن، اخذ جنطتي وانطلق بعد يوم الى مدينه ثانيه. فنشوف الفيديو القادم شلون راح يكون. اتمنى ينال اعجابكم، تابعوا القناه، سووا مشاركه وادعموا ابن بلدكم. مع السلامه.